السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إن شاء الله بخير يا جماعة. قبل ما نبلش المقطع خلونا نصلي على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. يا جماعة هذا الفيديو فيديو غريب كتير جدا، اليوم في كتير تعليقات، كمية كبيرة عم بيقولوا محمود الأكتيفيت، محمود الطاقة، محمود الحماس وصانع المحتوى وينه؟ كتير اجتني هاي التعليقات وأنا كنت عم بتجاهلها، كتير عم بتجاهلها وبقول لا محمود أنت هدول عم بيحطموك الصراحة. وأول وغلى الناس عندي هو ورا الكاميرا اللي قال لي نفس الشيء، محمود أنت كتير متغير من صناعة المحتوى للشغل اللي انت عم تصنعه. فانا قررت اني انا اكتشف بنفسي انه انا شو عملت. ففكرت اني انا ادخل على جوجل وافتح اليوتيوب وابحث على اسمي. طبعا انا اسمي فيكم تكتبوا MAH بيطلع فورا. كتبته بالعربي الصراحة، لازم نكتب بالانجليزي، معلش. MAH. هذا ابن عمي. في بابا. معلش. محمود مكي، يوتيوبر سوري عايش باسطنبول. حبيت اني ادخل على قناتي وادخل على الفيديوهات واشوف انا اخر فيديو شو نزلته. اقوى مقلب لاختي انا رايحه العسكريه القلب الحنون. طبعا ننزل لتحت على التعليقات وبنشوف في كتير ناس حبت الفكره وكتير ناس بتحيي للفكره وبتحيي لصناعه محتواي اللي انا عم بقدمه. بس في كتير ناس قالت محمود اخر فتره انتقلت للمقالب. الصراحه حاج اختك خاف عليها وانا صراحه بخاف على اختي. فانا فيني اقول لكم من اليوم جد لفتره كثير طويله وقفت المقالب نظامي. فانا فكرت انه كيف فيني اصنع محتوى لمتابعيني يحبوني واكون قريب منهم ونكون اكتف مع بعض. طبعا لما تحطوا اللايك، انتم لما عم تحطوا اللايك تكونوا حاطينه من قلبكم، ما تكونوا حاطينه من طلب. فانا حبيت اني اطلع انه انا عندي 1,440,000، ليش انا ما اكون اكتفيت معهم واشوف شو اللي هن بدهم اياه وانا اقدم له المحتوى، ما اقدمه على كيفي مثل ما بدهم. طبعا كثير حبيته سلسله رحله البحث عن الكنز. رحله البحث عن الكنز الجزء الثاني كان كثير حلو وحبيتوه انتم يعني كان في كثير اكتف فيه وفي كثير طاقه فيه. فسويت الجزء الاول وسويت الجزء الثاني وعم بطلبوا بالجزء الثالث ان شاء الله. بس ينحل الوضع بتركيا حنسوي الجزء الثالث باذن رب العالمين. وطبعا وصلتوه ل 69,000 وانا طلبت منكم 70,000، يعني باقيين 1000 لايك وبيوصل للمرحله انه انا اقدم الجزء الثالث. فمنروح نحن لمحتوى القناه. اخر فتره مقالب وتحديات تحولت للقناه وانتم ضعف المشاهدات لانه بتحبوا الطاقه، بتحبوا شيء غريب. فانا فكرت اني اشوف شو المتابعين اللي بتحبوه. اليوم حبيت اعمل نفس هدول الخدع التيك توك بس على شيء جديد، يعني على شيء قناه تاني. طبعا علي الله يعطيه الف عافيه ورا الكاميرا هو قال لي انه في قناه اسمها 1 2 3 جو. دخلنا على القناه وفي عندهم تحديات وشغلات كتير، يعني هي القناه فيها كتير شغلات كوميديه وحلوه. فنحن اخترنا 5 شغلات بدنا ناخذهم منهم ونعملكم اياهم. اتمنى اذا عجبكم الفيديو تدعمونا بس باللايكات وبالتعليقات وتكتبوا تحت اذا عجبتكم الفكره او ما عجبتكم، وايضا شو بدكم نقدم لكم بالمحتوى. انا جاهز موجود هون، رح نكون قريبين من بعض بكتير شغلات. اي شيء بدكم اقدم لكم اياه، اي شيء بيعجبكم وبتحبوا انا رح اكون جاهز كتير. طبعا خلونا نشوف اول تحدي مجهز لنا اياه علي. طبعا يا جماعة أول فكرة جاب لنا إياها، ما بعرف شو هي صراحة. حط التوست، أوكي تمام. والله لا أدري. إيه، لا تقولي لي بدك تكوية إلا هي. والله راح أجربها، شو رأيك علي؟ يلا ها. طبعا يا جماعة جهزت الأغراض كلها وحبيت أجرب نفس التجربة. وافي. والله العظيم امي اذا بتشوف هاي الفيديو على الفخذ موجود جبنه الله يحييك. الله بنلفها هيك. طبعا يا جماعة بلش يطلع ريحة الأشقوان والله.
لازم ننتظر بعد من دقائق مثل ما قالتنا المدام. رجعت يلا. واو والله بربك جيب الكاميرا، جيب الكاميرا، جيب الكاميرا. ايوه والله شوف، والله العظيم شفته من هون. شفته من هون فعلت. خلينا نروح على الثانية. خلينا نروح على الثانية بسرعة. طبعا يا جماعة خلونا نشوف التجربة الثانية. بنفخ نفاخة ربطة. والله الصراحة شوف، والله على كيس عصير هلا. هذا عم يشرب، انت عم تشرب. لا يا بس عصير مانجا اصلي مع سلو موشن، والله فخم. ايه حلو قصة. اوه ايه. واو والله ما كفيت. تعرف اذا كذاب والله العظيم لاجيبك انت تغسل سداج هون. انا ما ذنبي، انا امي اذا بتشوف هذا المقطع هلا وبكب سداج على المي ولا عصير، انت بدك تغسل سداج من الاخير. يا جماعه جبت لكم كولا، خلونا نحطها الحين ما تدفى. والله امي اذا بتشوف انه عم يسوي هذا الشيء بغرفه النوم والله تموتني. الله حقيقه. بس كمان عم يسوي لها فكر عشان ما يكبوا. من قصة من هون، اوكي. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. والله كفو. علي صارت. والله فينا ننفخ الكاسة. جاهز؟ كيف؟ كيف؟ يا جماعة هي التجربة الثالثة. ما بعرف، شكلها كتير حلوة يعني، في ذكاء لأنه انتبهت هون إنه في مخردة، شيء مخردة، بس خلينا نشوف. هلا الكبير كله مخردة. صارت تلفهم، حاسة بتشتغل بالإنشاءات هيك، بتشيل هدول الكبير هيك. والله وعن زكاتي صالحين الدش فوق. اوه سحبت التلفون بالاخير، عم بعت له رساله لحتى فصل التلفون. والله العظيم معك حق، انا بتصير معي هيك شغلات. ايه لقيت فكره، بالله اعطيني اياها الفكره. سشوار قلم، كفو. عنا قلم؟ عنا قلم. خلونا نجربها، خلونا نجيب السشوار والعده واديكم يلا. طبعا يا جماعه جبنا هاد قلم. ايه حلو، لفيتيه هيك ممتاز. لك طب ثواني لسه ما خلصت لف. انت سريعه. ايوه بتشغل هذا حلو. واو كفو والله كفو. ثواني الله. نعم. ثواني معلش، اسف يا جماعه. هو هذا القلم هو العاطل، انا ما يدخل، هو ما بيعرف يلف حوله. طبعا لازم نمسك دقيقة واحدة لحتى يصير. إذا صار الشاحن لازم أشتغل بهي الشغلة. خلاص يا جماعة خلونا نشوف شو شلون صارت. يا سخن نار، والله سخن نار. واو والله كفو. لا والله حلوة حبيتها. طلعوا شلون صار شكل الشاحن. والله كتير حلو على فكرة. شوف شيء صح؟ حلو حلو كتير. يلا طب يلا خلونا نشوف رابع تجربة إذا حلوة ولا لا. ليتس جو يا جماعة. الفكرة الرابعة هي إنه الزلمة طالع يسوي رياضة. ما لا أجيب لحد جواله، والله كتير أنا آسف. تاخذ بنطلوني. عندي جيبين موجودين. لا براسك، لا ايفون ينعل تمك. والله لازم تلاقي حل الصراحه. انا بدلك كنت عرفته في البيت في جرابه. والله فكره حلوه الصراحه. شلون تقول صح؟ ما صراحه انا معك. كمان هون في وجهه نظر، انا بحطه دائما. لا طب من اجت سعاد. روي يا ترى شو عنده جواله. كفو. ايه بس انا لابس كم كامل يا
والله كفو. والله حلوة، كفو والله العظيم حبيتها. حلوة ولا لا؟ ها؟ حلوة. ها؟ يا علي. جماعة الفكرة الخامسة طاقم النوم. الله يحييه. أنا تلفوني هون. حب صورته. أوكي. شلون يطبع على صورته؟ وجدها. ايه ايه. طب خليكي هون بس راح اجيب طشته اجيك. يا جماعة بس اجيب طشته اجيكم. يا جماعة لازم نستنى 20 دقيقة. يا جماعة الفكرة كتير حلوة وممتازة، اتمنى انه تسووها انتو كمان كلش حلوة. انا اسف كتير على الشيء اللي صار هون، صار طلع ياي اتخذ ياي والله العظيم كله هذا كرمالكم. انا راح اسوي ايش ما بدكم. فاتمنى هذا الفيديو عجبكم واستمتعتوا فيه. اتمنى هيك افكار عجبتكم وحبيتوها. انا اسف كتير يمكن انقطع عن يوتيوب شيء 4-5 اشهر لانه بعد هذا الفيديو حنروح اعدام. اتمنى ما تضيعوا مضحكوا فيه الضحك الابتسامة صدقة. لاقونا بفيديو جديد ان شاء الله قريبا، واكتبوا لنا تحت بالتعليقات لا تنسوا بهاشتاج محمود اعمل الفكره الفلانيه، وراح اطلع لكم تعليقهم بالفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.